بمخافة لله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل لمار معلمنا متى البشير التلميذ الطاهر بركاته. تراتيل المزامير يا أبينا داود النبي الملك بركاته على جميعنا آمين. طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكون في ناموس الرب. طوباهم الذين يفحصون عن شهادته ومن كل قلبهم يطلبونه. باسم الرب ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: من ترى هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا طفلا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن اتضع مثل هذا الصبي فهذا هو الأعظم في ملكوت السماوات. ومن قبل صبيا هكذا باسمي فقد قبلني. ومن أعصر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخير له أن يعلق في عنقه حجر رحى ويغرق في البحر. ويل للعالم من العثرات فإنه لا بد أن تأتي العثرات، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرات. فإن عثرتك يدك أو رجلك فاقطعهما والقهما عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة وأنت أعرج أو أقطع من أن تلقى في النار الأبدية ولك يدان أو رجلان. وإن عثرتك عينك اليمنى فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة وأنت أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. والمجد لله بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. حل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها آمين. الإنجيل زي ما سمعنا النهارده بيتكلم عن نقطتين مهمين جدا. النقطة الأولانية السؤال الخطير من هو الأعظم، والثاني اللي هي العثرات. أنا هركز على السؤال الأولاني اللي هو من هو الأعظم. الحقيقة السؤال بتاع من هو الأعظم يعني مين الكبير، مين الأهم، مين اللي ليه مكانة أكبر. دي كانت أقدم مشكلة قابلت العالم كله حتى قبل خلقة البشر. تخيلوا، دي كانت أكبر مشكلة حتى قبل البشر ما يتولدوا على الأرض. هي كانت خطية الشيطان. إيه؟ الشيطان في يوم من الأيام كده بص على نفسه لقى نفسه جميل عظيم وقوي، فوقف يقارن نفسه بربنا يقول إيه؟ مين هو الأعظم؟ أنا ولا ربنا؟ طب ليه ما بقاش أنا الأعظم؟
فسقط، زي ما الكتاب المقدس كده وقف يعني يتكلم عن نفسه يقول هطلع احط كرسي فوق كرسي ربنا نفسه، فسقط زي ما قال عنه الكتاب المقدس سقط كالبرق من السماء. كان سبب ضياعه وتحويله من واحد من الشيروبيم للشيطان. هي خطية آدم وحواء كانت ايه؟ ساعات احنا بنحكي القصة لأولادنا ببساطة كده نقول لهم أصل خطية آدم وحواء إن ربنا قال له ما تاكلش من الشجرة فكل، يعني لو كل مشكلة ربنا مع آدم إنه كل، ده ربنا يبقى مخه صغير قوي. واكيد مش دي الخطيه اللي تستاهل ان ادم يطرد والمسيح يتصلب، ويعني كل ده عشان بس كل من شجره يعني. هي القصه مش قصه كل ولا ما كانش، هي القصه كانت فين؟ هو كل ليه؟ اصل الشيطان جه قال له هو ليه ربنا عامل نفسه احسن منك؟ هو ليه انت ما تبقاش احسن من ربنا؟ هو مين الاعظم انت ولا ربنا؟ عارف لو كلت من الشجره دي تصيران مثل الله. فهو كل ليه؟ عشان دي اجمل شجره في الدنيا يتاكل منها، يعني الجنه كان فيها الاف الاشجار، لكن كان عشان يصير الاعظم، والاعظم من الله نفسه، تصيران مثل الله. فقال لك الله طب ربنا عمل نفسه احسن مني ليه؟ انا اكل وابقى احسن من ربنا. خطيه من هو الاعظم كانت سبب في سقوط البشريه كلها، سبب في صليب المسيح. عشان كده المسيح لما جه يصلح خطيه ادم صلحها بالعكس بقى. مش انت كنت عاوز تبقى الاعظم والاله علشان يعني تنافسني؟ طب انا هتضع وابقى عبد عشان اخلصك. اخلى ذاته اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس. اول جريمه قتل في التاريخ للاسف كانوا 2 اخوات، قايين وهابيل. تفتكروا قتلوا ليه؟ من هو الاعظم؟ واحد قدم ذبيحه والتاني قدم ذبيحه. قايين بقى هو مين الاعظم؟ مين الاكبر؟ مين اللي ذبيحته هتتقبل؟ مين الأعظم عند ربنا؟ مين اللي هيبقى منظره أحسن وربنا يقول عليه إن أنت اللي أحسن؟ فلما لقى ربنا بيقبل ذبيحة أخوه ما بيقبلش ذبيحته، إزاي أخويا يبقى هو الأعظم؟ فكانت النتيجة قتل. وهم مفيش غيرهم 2 إخوات في الأرض كلها، كانش عندهم أسباب يتخانقوا عليه. يعني يتخانقوا على ورث ولا على أرض ولا على فلوس ولا على أي حاجة في الدنيا، الدنيا كلها بتاعتهم هم الاتنين لوحدهم. لكن كانت الخناقة فين؟ إزاي أخويا يبقى أعظم؟ أقتله وأخلص منه عشان أفضل أنا وحدي الأعظم. لو راجعتوا كده كل البلاوي اللي حصلت في الكتاب المقدس هتلاقوا جزء منها أو يمكن كلها سببه هي الخناقة كانت مين الأعظم. يعني هم أخوات يوسف حسدوه ورموه في البير ليه؟ كانوا عايزين يموتوه ليه؟ مين الأعظم؟ يوسف كان بيحلم أحلام ويجي يقول لهم أنا حلمت إن أنتوا كلكم بتسجدوا لي. هو يقول لهم أنا هبقى الأعظم وهم يتخانقوا معاه أنت فاكر نفسك هتبقى الأعظم مننا؟ مش كده؟ ففي الآخر عملوا إيه؟ كانوا يقتلوه ورموه في البيت عشان ما يبقاش هو الأعظم يعني. يعقوب وعيسو الاثنين الإخوات المشاكل اللي كان بينهم لإيه؟ وليه عيسو كان عاوز يقتل يعقوب؟ نفس القصة مش كده؟ مين اللي يبقى الأكبر؟ مين اللي يبقى البكر؟ مين اللي ياخد البركة؟ مين اللي والخناقة إن البكر اللي بياخد البركة كان بياخد ضعف الورث. فمين بقى الأكبر؟ مين اللي هيبقى البكر الكبير؟ مين اللي هياخد الورث الأكبر؟ مين اللي هيبقى الأعظم؟ تخلي يعقوب وعيسو يتخانقوا، وعيسو يفضل طول عمره بيجري ورا يعقوب عايز يموته. التلاميذ نفسهم اتخانقوا على كلمة مين الأكبر ومين الأعظم دي كتير قوي. المرة مثلا بتاعت النهارده اللي هو في متى 18 جم التلاميذ جم المسيح وقالوا له يا ترى مين الأعظم؟ راح المسيح جاب طفل صغير وقال لهم شايفين الطفل الصغير ده؟ لو ما بقيتوش زيه إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. الطفل الصغير ده هو اللي أعظم في ملكوت السماء، أعظم ببراءته وأعظم بالاتضاع اللي جواه. مرة تانية الكتاب المقدس يقول حدثت بينهم مشاجرة، يعني اتخانقوا مع بعض من هو الأعظم. أنا بتكلم عن التلاميذ قبل الصليب وقبل حلول روح القدس وقبل ما يبتدوا يكرزوا. فمرقس 9 وفي لقا 9 يقول حدثت بينهم مشاجرة، يعني اتخانقوا مع بعض مين هو الأعظم. راح المسيح جابهم وقعد يشرح لهم يقول لهم كباركم يكون خادم لكم واللي عاوز يبقى كبير يبقى خدام. يقول لهم من أراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل، من أراد أن يكون عظيما فليكن خادما للكل. مرة ثالثة لما جت أم يعقوب ويوحنا وقالت للمسيح أنا عايزة أولادي واحد على يمينك واحد على شمالك، الكتاب المقدس يقول إيه؟ فاغتاظ العشرة، يعني ال10 الباقيين راحوا يتخانقوا مع المسيح ويتخانقوا مع يعقوب ويوحنا. إيه أنتوا فاكرين نفسكم ما تبقوا أنتوا الاثنين أعظم مننا؟ أمكم رايحة تقول للمسيح أنا عايزة أولادي يبقوا أعظم 2 في التلاميذ. فراح المسيح جابهم وقال لهم يا أولادي لا يكن هذا فيكم، يعني الكلام ده ما ينفعش بيننا. أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يتسلطون عليهم، لكن إحنا ما فيش بيننا السلطة ولا السيادة دي. من أراد أن يكون عظيما فليكن خادما للكل. آخر مرة اتخانقوا فيها على من هو الأعظم تفتكروا تخيلوا إمتى؟ آخر مرة اتخانقوا فيها مين الأعظم؟ كانت يوم خميس العهد، وهم قاعدين على المائدة مع المسيح يوم خميس العهد، يعني قبل الصليب بيوم.
بيتخانقوا مين الأعظم، عشان الأعظم هو اللي يقعد على يمين المسيح. طب المسيح المرة دي رد بقى على الخناقة بتاعت من هو الأعظم دي، عمل إيه؟ المرة الأولانية جاب لهم طفل وقال لهم هو ده الأعظم، المرة الثانية قعد يشرح لهم، المرة الثالثة بقى المسيح عمل إيه؟ راح قلع هدومه وقعد على الأرض وجاب مية وغسل رجليهم وقال لهم بقى دي إجابة السؤال من هو الأعظم. قال لهم بقى أنا السيد والرب وقد غسلت أرجلكم، ينبغي أنتم أن تغسلوا أرجل بعضكم بعضا، من أراد أن يكون عظيما فليكن للكل خادما. وغسل رجليه. أنتوا بتتخانقوا مين هو الأعظم؟ أنا أوريكم بقى مين الأعظم. مش الأعظم اللي قاعد فوق وعامل نفسه ريس، الأعظم اللي قاعد تحت وبيغسل الرجلين، هو ده الأعظم. عشان المرة دي بقى يديهم درس عملي، كل ما تتخانقوا مين الأعظم افتكروا ان الاعظم هو اللي قاعد بيغسل الرجلين، مش اللي عامل نفسه هو السيد. الحقيقه يعني على طول الفترات اللي فاتت اللي الواحد خدم فيها لقيت السؤال بتاع من هو الاعظم ده سبب خراب كتير من البيوت، سبب كتير من المشاكل الزوجيه والعائليه، وسبب خراب بيوت كتير قوي. من هو الاعظم؟ لما يكون طرف الزوج او الزوجه او ساعات الاثنين كل هم يفكر هو مين اللي اعظم، مين اللي اهم، مين اللي كلمته تمشي، مين اللي بيفهم اكتر، مين اللي عنده خبره اكتر، مين اللي عنده كونته اكتر، مين اللي فاهم في الحياه اكتر، مين اللي اقوى، مين اللي عيلته احسن، مين اللي تخش البيت تلاقوا البيت خربان. تفتكروا كده الكلمه اللي قالها رب المجد يسوع، اصل كل بيت ينقسم على ذاته يحصل له ايه؟ يخرب. تخش تلاقي الزوج والزوجه بدل ما ينفذوا الغرض الحقيقي من الجواز، والغرض الحقيقي من الجواز ان كل واحد فيهم يبقى معين نظير للتاني، مش كده؟ ربنا سمح لنا بالجواز عشان نسند بعض، عشان نتسند على بعض، عشان انا ومراتي كل واحد فينا يسند التاني، يبقى سند يكمل. لكن مش خلقنا علشان نتخانق طول النهار هو انا الاحسن ولا انت الاحسن. حتى لما كنت بشرح لكم مره هو ليه ربنا خلق حواء بالطريقه دي، خلقها من جزء من جسم ادم، عشان ادم اول ما شافها قال ايه؟ لحم من لحمي، ده عظم من عظامي، دي حته مني. فالعلاقه بين ادم وحواء اصبحت مش علاقه تنافس، دي علاقه تكامل. الجزء اللي اتقطع من الجسم رجع للجسم. عشان كده رب المجد يسوع لما جه يتكلم على الجواز استخدم الفعل بتاع يلزق، قال يترك الرجل اباه وامه ايه؟ يلزق، يلتصق. اصل ليه يلتصق؟ ما هي كانت حته مني ورجعت لي، عشان كده ما بقوش جسدين، بقوا ايه؟ جسدا واحدا. ليه بقوا جسد واحد؟ ما كانت حته مني ورجعت لي. العلاقه مش علاقه خناقه وتنافس، العلاقه علاقه جسد واحد بيسند بعضيه. عمرنا ما شفنا جسم الكليه الشمال بتتخانق مع الكليه اليمين، ولا بيقولوا مين فينا الاعظم، مين اللي شغال اكتر من التاني، لكن نسند بعض. يا معينين تبقى الكليه مثلا الشمال شغاله بنسبه 20-30%، تروح الكليه اليمين معليه مستوى شغلها عشان تسند، وهكذا يعني. انا دايما اقول للناس في البيوت الكلمه دي واحفظوها، يعني الدنيا بره صعبه قوي علينا كلنا، الضغوط الخارجيه تقيله قوي علينا كلنا، مش كده؟ بحد فيكم مش مضغوط قوي؟ كلنا الدنيا ضغطانه قوي من بره. فربنا اداني زوجه وهي اداها زوج عشان نعمل ايه؟ عشان نقوي بعض من جوه. فلما انا وهي نقوي بعض من جوه نقدر نستحمل الضغوط اللي جايه من بره، مش كده؟ لكن تخيلوا بيت بيضغط عليه من بره وهو بيضغط على نفسه من جوه، البيت ده يقدر يكمل؟ يخرب على طول، مش كده؟ يبقى ضغط من بره وضغط من جوه ينفجر، ما يعرفش يكمل. لكن مهما كانت الضغوط اللي بره قاسيه شديده، لكن الزوجين ولاد ربنا وعارفين يسندوا بعض ويقووا بعض هيستحملوا الضغوط اللي بره. امتى يخرب؟ لما يبقى الدنيا بتضغط من بره واحنا بنضغط على بعض من جوه. ساعتها مين يستحمل بقى ضغط من بره ومن جوه؟ البيت ينهار. دي خطوره كلمه من هو الاعظم. اقول لكم لو انا وحد او انا دايما بفكر بطريقه مين الاعظم، انا ولا فلان، ممكن الواحد يقع في كام خطيه ولا يقع في كام كارثه. يعني لو انا ماشي طول النهار عمال افكر هو انا الاعظم ولا فلان، هو انا الاعظم ولا فلانه، هو انا الاهم ولا فلان، يحصل ايه؟ لو انا طول النهار مشغول بفكره انا الاحسن ولا غيري، انا الاعظم ولا غيري، اول ما الاقي حد احس انه احسن مني هيحصل ايه؟ افرح وانبسط؟ هعمل زي اخوات يوسف، مش كده؟ احسده غير منه. اللي اصعب من كده احاول ادمره واحطمه واشيله من طريقي عشان افضل انا الايه؟ الاعظم. زي ما عمل شاول مع داوود، زي ما عمل يعقوب مع عيسو، زي ما عمل اخوات يوسف وغيره وغيره وغيره. ازاي الاقي حد احسن مني؟
حتى لو مراتي، حتى لو ابني، حتى لو زميلي، حتى لو الخادم اللي بيخدم معايا، ده انا بدمره، بشوه سمعته واتكلم عليه واتهمه قدام الناس واقعد طول النهار اقول ده كذا وده كذا عشان افضل في عين الناس مفيش غير واحد بس العظيم اللي هو انا. تخيلوا بقى لو الفكر ده دخل في الخدمه، مثلا 2 3 خدام كده بيخدموا في فصل واحد ودخلت الخناقه من هو الاعظم، يحصل ايه في الخدمه دي على طول؟ يبقى بدل ما هم مركزين ازاي يخدموا ولاد ربنا، تبقى الخناقه مين الاشطر، مين اللي الناس بتحبه اكتر، مين اللي عرف يعمل كذا، مين اللي عرف يعمل كذا. وبدل ما يبقى الهدف خلاص النفوس، تبقى الهدف انا ابقى الاعظم. البيت يخرب والكنيسه تخرب والخدمه تخرب لو دخل فيها كلمه انا الاعظم. تلاقي نفسك اتحولت لانسان بدل ما كل هدفك تورث السماء، بدل ما كل هدفك انك تبقى انسان كويس، تبقى انسان كل هدفك يدمر اي حد لمجرد بس ان ما يبقاش في حد في الدنيا اعظم منك. بستعجب الحقيقه ومبقاش فاهم يعني ايه زوج مصمم يدمر مراته عشان يفضل هو الاعظم، او زوجه بتدمر جوزها عشان تفضل هي الاعظم. مبقاش فاهم يعني ايه افضل انا الراجل بس. عشان ابقى انا الراجل الحل الوحيد ان انا احطها تحت رجليا بقى، اقهرها، اذلها، ابهدلها، اقلل من قيمتها، اقلل من شغلها، اقلل من كفاءتها. المهم افضل انا عشان بس شنبي يفضل في مكانه. يعني وصلت للقتل، قايين قتل اخوه عشان يفضل هو الاعظم. مصيبه تانية ممكن اوقع نفسي فيها، هقع في خطيه صعبه جدا اسمها خطيه الرياء. هفضل طول النهار بمثل قدام الناس ان انا قديس، وامثل ان انا كذا وان انا كذا، عمال امثل. الناس كل ما تشوفني تقول لي يا سلام ده فلان ده مفيش احسن منه، حتى لو انا مش كده في الحقيقه، لكن بس عشان اكتسب لايكات. افضل طول النهار الم لايكات كده من عينين الناس. فلان ده لما شافني يعني قال لي يا سلام ده مفيش احسن منك يا ابونا، ده انت احسن واحد في الدنيا. ابقى ماشي طول النهار بس عمال الم كده اعجابات ولايكات، فنفسيتي تهدى بقى ونفسيتي تشبع وابقى ساتسفايد كده، اقول يا سلام الحمد لله طلعت انا الاعظم. بس انت مش واخد بالك بتضيع ابديتك. انت مش واخد بالك من ال9 ويلات ولا ال11 ويلات اللي المسيح قالهم: الويل لكم ايها المراؤون، الويل لكم ايها المراؤون. انت عمال تمثل قدام الناس عشان تبقى الاعظم. طب هتمثل قدام ربنا ازاي؟ طب ربنا اللي قال ان هو فاحص القلوب والكل ده هتمثل قدامه ازاي انك انت الاعظم؟ طب لما تقف قدامه في يوم الدينونه هتمثل عليه ازاي ان انت كنت الاعظم؟ ولا ساعتها هتلاقي الدنيا كلها مكشوفه. اللي عنده مشكله انا الاعظم لا يمكن يعتذر، لا يمكن يعترف بغلطه، لا يمكن يطلع نفسه غلطان. لانه لو طلع نفسه غلطان تتهز بقى فكره انا الاعظم. لا يمكن يقول لمراته انا اسف مهما كان عامل، حتى لو متاكد انه غلطان. لا بس انا راجل ما ينفعش اقول ان انا غلطان. او ست برضه عنيده ومتكبره لا يمكن تقول انها غلطانه، ونقعد نقاوح ونبرر مش كده ونلف وندور واقول له لا ده انت اللي غلطان. لكن لا يمكن اطلع نفسي غلطان. ليه؟ عشان لو طلعت نفسي غلطان ما بقتش انا الاعظم. خشوا تلاقوا البيت خراب، مفيش حد فيهم بيقول للتاني اسف، مفيش حد فيهم حاسس بغلطه. وطبعا كلكم عارفين ان نص العلاج ان المريض يعرف انه مريض اصلا، والنص الثاني من العلاج ان يقبل انه يتعالج، وبعد كده بقى العلاج يجيب نتيجه، دي حسب تدبير ربنا. بس يعرف انه مريض ويقبل انه يتعالج. لكن تخش البيت تلاقي خناقه، لا انا ما بغلطش، لا هي اللي بتغلط، انت عملت كذا ومين قال لك انه غلط، ونقعد نقاوح ونلف وندور ونبرر ونعمل عشان بس ما اخسرش اني افضل في نظر نفسي وفي نظر الناس انا اللي ايه؟ انا اللي اعظم. خدتوا بالكم قد ايه خطر كلمه انا الاعظم دي؟ عشان كده المسيح اتكلم عنها كتير. وقد ايه المسيح كان مصر يخرج تلاميذه بره كلمه انا الاعظم دي، لانها كارثه تخرب الخدمه. تخيل لو الرسل ال12 بدل ما يهتموا بنشر اسم المسيح يهتموا بمين فينا الاعظم، كانت وصلت الكرازه لاي حته. كانوا ضربوا بعض في اورشليم واتفرقوا وكانت خلصت. ما كانتش الكرازه عدت البلد اللي جنبهم، الكرازه توصل لاقاصي الارض. نتيجه تانية خطر لكلمه انا الاعظم: كراهيه الناس ليك. يعني لو انا ماشي طول النهار عمال اقول للناس انا احسن منكم، في كل قعده اقعدها اقعد اتكلم عن نفسي، ودي حاجه تفرس الناس الحقيقه. كل قعده اقعدها اخد القعده كلها لحسابي ان انا اقعد اتكلم عن نفسي بقى، ومعجزاتي وانجازاتي وظهوراتي ومش كده، والملائكه بتكلمني والمسيح بيظهر لي بعد الظهر والعضله بتظهر لي خميس وجمعه، واقعد اتكلم عن نفسي وانا عملت وانا وديت وانا مواهبي كذا. تخيل لو انتوا بتقعدوا مع حد طول النهار ما بيتكلمش غير عن كل ما يقعد يثبت لكم ان انا الاعظم. مع الوقت تحبوا الشخص ده، شخص مكروه ومنبوذ مش كده؟ وصدقوني بيصعب على الناس، والناس تقعد تتريق عليه بينها وبين بعض، تقول ده فلان ده مسكين طول النهار عمال يتكلم انا وانا وانا
يصعد على الناس ويكرهوه. فلو قعدت تجري ورا قصه انا الاعظم هتلاقي نفسك بالعكس خسرت. الناس كلها بدات تبص لك، يعني تقول فلان ده ما بيتكلمش غير عن نفسه، ده غلبان خالص. والحقيقه يعني كل النقط اللي محسساك ان انت الاعظم ممكن ما تبقاش هي العظمه الحقيقيه. يعني انت حاسس ان انت الاعظم ليه؟ اقوى مثلا جسمانيا، يعني عقلك احسن، اغنى مثلا، اجمل مثلا. في منافسه كده بين الستات طول النهار مين الاجمل مثلا، مين الاعظم. هل هي دي مقاييس العظمه الحقيقيه؟ انك تبقى الاقوى او الاجمل او الاذكى او الاغنى او كذا، هل هي دي مقاييس العظمه؟ عارفين مين اعظم انسان جه على الارض؟ مين اعظم انسان جه على الارض؟ المسيح كده يشاور على يوحنا المعمدان يقول ايه؟ اعظم من ولد النساء، لم يولد بين النساء من هو اعظم من يوحنا المعمدان. طب تعال نبص على يوحنا، هل يوحنا كان الاغنى؟ راجل كان يعني كان الاشيك مثلا، ده كان لابس خيش ووبر ابل، كان الاقوى جسمانيا مثلا، كان الاكثر واحد عنده بوزيشن وعنده ماكت واثورتي والكلام ده راجل غلبان عايش في البريه بياكل اي حاجه ولابس خيش والكلام. امال ده الاعظم ليه؟ ليه المسيح نفسه يشهد ويقول ده اعظم بني ادم جه على الارض؟ العظمه هنا بقى مش اللي احنا فاكرينه، عظمه ليها مقاييس تاني خالص غير اللي احنا متخيلين. يعني عشان تخلص من موضوع العظمه دي اقعد افتكر خطوره النتائج بتاعتها اللي انا قلتها. اقعد فكر نفسك، ده المسيح قال من اراد ان يكون عظيم فليكن خادم. اقعد افتكر ده المسيح قال من اراد ان يكون اولا فليكن اخر الكل. اقعد افتكر ده المسيح قال من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتاح. اوعى تتغش بان انت الاعظم، لان ممكن تيجي لحظه تغير الدنيا. يعني لو جيت قلت لكم هو مين الاعظم، يهوذا الاسخريوطي ولا اللص اليمين؟ يهوذا الاسخريوطي طبعا، ده واحد من تلاميذ المسيح، ده عمل معجزات واخرج شياطين واقام موتى باسم المسيح، في لحظه واحده تتقلب، مش كده؟ يبقى الاعظم هو الحرامي ده اللي كان منبوذ من الناس كلها. عشان كده المسيح يقول لنا خلي بالكم في الابديه اولون يكونون اخرين واخرين يكونون اولون. ده بولس الرسول البني ادم اللي بطوله لوحده لف العالم 4 مرات وكرز في اسيا واوروبا، خد اوروبا بالعرض لحد اسبانيا وخد اسيا كلها كرازه 4 مرات رايح جاي بطوله. لما نيجي نتكلم عن خدمته يقول ايه؟ يقول انا ما انا ولكن نعمه الله العامله فيا، انا الذي لست استحق ان ادعى رسولا لاني اضطهدت بيعه الله. انا مين يعني؟ يقول لهم ليس الحاصد شيء ولا الزارع شيء لكن الله الذي ينمي. يوحنا المعمدان للمسيح يقول له انت اعظم مواليد النساء، يرد على نفسه يقول ايه؟ انا؟ ده ينبغي ان ذاك يزيد واني انا ده انا ما استحقش اقعد تحت الارض تحت رجليه وحل سيور حذاء. هي دي العظمه الحقيقيه في الاتضاع مش في الكبرياء. المسيح يقول لك لو عايز تبقى عظيم خد المتكئ الاخير، مش تتخانق على مين يقعد في الاول. افتكر ان الله يقاوم المستكبرين، زي ما قالت امنا العذراء كده. امنا العذراء قالت عن ربنا بيعمل ايه؟ بينزل الاعداء عن الكراسي ويرفع المتواضعين. مش امنا العذراء قالت كده؟ لو عايز ليل ونهار تمشي تقول انا الاعظم، افتكر ان الوحيد اللي بيقيس العظمه، الوحيد اللي من حقه يحكم يقول لك انت عظيم ولا لا، هو الله الديان العادل مش الناس. هتموت نفسك علشان تبقى في راي الناس انت العظيم. طب راي الناس ينفعك في ايه؟ انا عايزكم تتخيلوا واحنا في اليوم الاخير في الابديه في 2 مليار بني ادم وقفوا يقولوا عليك ده الاعظم، وربنا قال لهم لا ده خاطي ما ينفعش يخش السماء. راي مين اللي يمشي؟ ال2 مليار بني ادم اللي بيقول لك لا انت الاعظم، ولا راي ربنا اللي يمشي؟ طب طالما راي ربنا اللي يمشي يبقى حاول تبقى عظيم في عينين مين بقى؟ يبقى اللي فارق معاك مكانتك فين؟ في عينين الناس ولا في عينين ربنا؟ اخاف على نفسي ان افضل مشغول بان انا الاهم وان انا الاعظم لحد ما ربنا يوصل اللي يزهق مني فيقول لي خلاص يا ابني انا هشيل ستري عنك عشان تبان بقى فعلا انت عظيم ولا لا. وياما ربنا عملها مع ناس كتير، ياما يستر عليا شهر و2 وسنه و10 وانا ماشي نافش ريشي كده وربنا عمال يستر اخر ربنا يقول لي ايه؟ اول ما اشيل ستري عنك يحصل ايه؟ بان بقى وريني هتبقى انت الاعظم ولا هتمشي مش عارف توري وشك لحد. اخاف على نفسي لو انا ماشي طول النهار عمال اقول انا الاعظم، لحظه انا اقف قدام المسيح يقول لي استوفيت خيراتك على الارض. انت كان كل اللي فارق معاك الناس تمجدك وتقول عنك عظيم، طب ليك خدت العظمه بتاعتك، عاوز ايه تاني؟ مالكش حاجه عندي في السماء. افتكروا بقى ليل ونهار من اراد ان يكون اولا يكن ايه؟ اخر الكل. من اراد ان يكون عظيما فليكن خادما للكل. ربنا يدينا كلنا نعمه الاتضاع
ويبقى كل همنا ان احنا ندي المجد للمسيح، هو ده اللي يستحق يبقى الاعظم. نقول له ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك القدوس نعطي مجدا. لإلهنا المجد الدائم إلى أبد الآبدين كلها آمين.